بنون قالوا كيفما هذا الثبات وحولنا فتن تهز الراسيات. ماذا أقول لك؟ نعم، لقد ابتلاك ربك بأن أوجدك زمن الفتن، وجعلك في معترك أيام يجحد فيه أحدهم ما آمن به البارحة، ويؤمن آخر بما جحده طيلة سنين، لكنه بلغك حديث نبيه صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي فأعذر إلي. نعم، ابتلاك الله بشيء من الذنب تناله عينك وإصبعك، وتأتيك الشهوات كل أيامك شرعا، لكن الله وعدك بأجر 50 صحابي فطوبى لغربتك. وكذلك مدح جمرك الذي تقبض عليه، فطوبى لصبرك وهجرتك. وإياك أخي، إياك أن تنسى أن الله وعدك إن استعنت به أن يعينك وألا تكون وحدك. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بنون قالوا كيفما هذا الثبات وحولنا فتن تهز الراسيات. أليس يغريك زمان الشهوات؟ أليس تشتهي نفسك هذه الحياة؟